مهندس مصري اسمه مصطفى السيد ابتكر وحدة لتوليد الكهرباء بالضوء، وتفوق على 97 شركة عالمية. حصل على ميدالية برونزية في المعهد الدولي للاختراعات اللي هو اشترك فيه. اخترع وحدة لتوليد الكهرباء تعمل بالضوء، وهي طاقة متجددة، مشير أن هذا الاختراع يعمل على مدار 24 ساعة باستخدام ضوء الشمس أو الضوء الصناعي العادي. اشتغل هو في الاختراع ده من 2014 نظريا، وعمليا بدأ من 2019. وأكد أنه بيجرى حاليا إنتاج أول وحدة في هذا الابتكار تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، قائلا لابد أن يكون لدي هذا الاختراع في مصر وبعد كده نصدره للعالم. وأضاف مصطفى السيد أنه يمتلك شركة خاصة بالشراكة مع مستثمرين مصريين، وأن المشروع ده بيتم تحت مظلة وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة. وقد قررت أن يكون إنتاج وحدة توليد الطاقة المتكاملة في مصر أولا، ثم التوسع وإطلاقها خارج مصر.